في أسيوط ساحر اتجوز بنت مخصوص علشان يفتح بيها مقبرة أثرية، ورابع يوم جوازهم نفذ اللي خطط ورتب علشانه، ودي كانت النتيجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الموضوع بكل تفاصيله ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. بس يا ريت وانت بتسمعني دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي، ويلا نبدأ الفيديو. هنروح لمحافظة أسيوط، مركز أسيوط نفسه بالتحديد قرية منجبات، وهناك بيعيش واحد عنده 40 سنة تاجر أجهزة كهربائية معروف في القرية إنه معالج روحاني بين قوسين ساحر. البعض من أهل القرية معتقدين إنه معالج روحاني واللي عنده أي مشكلة بيروح له وبيرجع من عنده سليم. وفي نفس القرية دي كانت بتعيش بنت اسمها مروة عندها 20 سنة بتعاني من تعب بقالها زمن. أبوها وأهلها تعبوا معاها من دكتور للتاني ويسافر ويروح ويجي، وبرضه البنت ما خفتش لحد ما ناس اقنعته انه يجيب الشخص المعالج الروحاني ده يبص عليها يمكن الشفاء يكون على ايده. وبالفعل اول ما قعد معاهم وشاف البنت قال له بنتك تعبانه وعليها رصد ولازم تاخد معايا عده جلسات. بدأ يروح ويجي عليهم يوم ورا التاني بحجة انه بيعالج البنت، لحد ما كلم ابوها وقال له البنت عليها رصد وتحت البيت ده مقبرة اثرية. وعدت الايام وهو بيروح ويجي على البنت لحد ما في يوم فاتح مراته وقال لها انا جاني امر الهي ان اتجوز البنت دي. مش كده وبس، ده كمان راح فتح ابوها في الموضوع وقال له انا جاني امر الهي اني لازم اتجوز بنتك ومش هتخف غير لما اتجوز. علشان الغرقان بيتعلق بقشايه، ابوها والبنت صدقوا كلامه وخرافاته اللي هو بيقولها ووافقوا على الجواز. وقبل ما يجي ميعاد الفرح شرط عليهم شرط، قال لهم لا حد يسال عنها ولا حد يجيها ولا حد يتصل بيها، سيبوني مني ليها علشان اقدر اعالجها. وبالفعل تمت الجوازه وخدها على بيته زي ما هو شرط عليهم، لا اب ولا ام ولا اخ ولا حد يسأل عنها لحد رابع يوم الجواز. وللأسف اليوم ده جه اتصال لأبوها قلب الموازين. واحد من الجيران كلمه وقال له تعال بسرعة عايزينك في أمر ضروري. خد ابنه وراح هناك، لقاهم متجمعين والكل حزين كأنه فيه كارثة حصل. سأل في ايه يا جماعة؟ حد يرد عليا، قولوا لي في ايه؟ طب عايزين مني ايه؟ لحد ما قال لهم انا عايز اشوف بنتي فين؟ واحد من الموجودين رد عليه وقال له اطلع فوق هتلاقي بنتك ميتة. جري الفوق مش مصدق اللي سمعه. بالفعل اول ما دخل على بنته لقاها منتهيه تماما ومن ساعات. فضل بعلو صوته يقول يا بنتي، ويقول مين قتلها وقتلها ليه، وكان الرد جوزها اللي عمل فيها كده. ودي كانت اول صدمه ليه. اما الصدمه الثانيه والاكبر في السبب اللي قتلها علشان. فاكرين في البدايه لما قلت لكم انه قال لابوها بنتك اللي تعبانه دي ما فيهاش اي حاجه، دي بس عليها رصد لمقبره اثريه. ايوه زي ما فهمت كده، هو في القريه كان ساحر وكان بيمارس الدجل والشعوذه بتاعته لحد ما توهم ان فيه مقبره اثريه وان البنت دي هي الرصد بتاعها وهي اللي هتفتحها وهيطلع الذهب منها. وقبل الجواز خطط ورتب على كده وشرط على اهلها محدش يسال عليهم فيها. وبعد الجواز ب4 ايام ضحى بيها ظنا منه انه الذهب هيطلع. اتقبض عليه واتحقق معاه وتحول من محاكمه ومن جلسه لجلسه لحد ما القضاء المصري العادل، كل التحيه والتقدير ليه، من فتره بسيطه حول اوراقه لفضيله المفتي. حكم عادل يستاهل ويستاهل اكتر من كده علشان حق المسكينه اللي مات. نبهنا كتير يا جماعه ما تمشوش ورا الصحراء، ما تسمعوش كلامهم، ما تروحوش لحد عندهم ولا تدخلوهم بيوتكم. مش هيفيدك بحاجه مهما كان تعبك، بالعكس هيورطك في حاجات وبعدها تقول يا ريت اللي جرى مكان. الدجال من دول طالما رحت له او دخلته بيتك هيطمع في شرفك وفي فلوسك، ومع الوقت هيورطك وهياخد حاجه من الاثنين او هياخد الاثنين مع بعض. فانت مهما حصل احذر من التعامل معاهم وانصح غيرك بكده. وما تنساش وانت بتسمعني برضو تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن والناس تاخد بالها منه. بس كده، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.